لو جيت وسألتك ايه هي افضل صفات لازم تكون موجودة في المهاجم، ممكن تقول لي مثلا انه يستغل انصاف الفرص ويحولها لجوان، او انه مثلا يقدر يغلط المدافع، او مثلا رجله زي دماغه، الاتنين بيقدر يهدف بيهم ويجيب جوال ويقدر يترجم اي كورة لجوال. ولا اقول لك لا احنا عاوزين لعيب مهاري يقدر يفرجنا كده على كرة حلوة نستمتع باللعب. طب لو عايزين حد فيه كل المواصفات دي، يا ترى هيكون مين؟ كابتن محمود الخطيب، بيبو. قبل ما ابدا ما تنساش تعمل لايك عشان عايزين نفجر زرار اللايك وسبسكرايب للقناه، واكتب لي كومنت حلو عايز مين المره الجايه. محمود الخطيب اتحول من واحد بيتمنى بس انه يعدي من جنب سور النادي لواحد من اهم اساطير النادي الاهلي، فاكيد كان في حكايه وكواليس كده ورا الكلام ده، فتعال نتكلم عليه. الخطيب اتولد الخطيب 30 اكتوبر 1954، وركز على رقم 10 ده عشان مطول معانا شويه. اتولد في قريه تابعه لمركز السنبلاوين محافظه الدقهليه، وكان هو رقمه العاشر في اخواته. اتنقل الخطيب هو واسرته عشان يروحوا يعيشوا في القاهره علشان خاطر شغل والده وكده. حب الكوره وبدا يلعب الكوره في الشارع، والشارع ده واحد من اهم الحاجات اللي اثرت في الخطيب وفي شخصيه الخطيب. يعني من كام سنه كده لما اتسال الخطيب عن سبب مهارته اللي كانت بتبقى موجوده في الملعب وسيطرته الغير طبيعيه على الكوره، رد وقال لك كده، قال لك والله ان سبب مهارتي مثلا ان وانا بلعب كوره في الشارع زمان كان عادي جدا ممكن اجيب جون مع الخط الكورنر عادي، فلما اعملها في ماتش فهي سهله بالنسبه لي لان عملتها كتير قبل كده. انما عن سيطرته عن الكوره، قال لك ان برضه وانا صغير وانا بلعب في الشارع كنت بلعب بكوره شراب، فكنت بحتاج ان انا ارفعها عن الارض عشان اعرف اتحرك بيها، فتعلمت ان انا اسيطر على الكوره. ففعلا لعبه في الشارع اثر عليه وعلى مهارته. نرجع لموضوعنا. حب الخطيب الكوره ولعبها في الشارع، وفي الوقت ده كان القدوه بتاعته بيليه البرازيلي ساحر الكوره صاحب رقم 10. في الوقت دوت الخطيب كان بياخد مصروف تعريفه، فكان بيحوشه كل يوم علشان يدخل السينما، مش عشان هو بيحب الافلام، علشان الربع ساعه اللي بين كل فيلم والتاني بيجيبوا ملخص لقطات لمسات بيليه مع الشوك بتاعه. المهم دخل بيبو المدرسه وبدا يلعب في بطوله المدارس، من بطوله المدارس على نادي النصر، البدايه الحقيقيه لبيبو كلاعب في كرة القدم. وساعتها لعب الخطيب ضد الأهلي تحت 14 سنة مع فريقه النصر. الماتش خلص 2-0 للنصر، وكان الخطيب هو صاحب الهدفين في الأهلي. إنما بقى في الدور التاني لاعب الأهلي النصر تاني، إنما المرة دي الأهلي كسب 5-2، وبرضه الخطيب كان صاحب الهدفين في الأهلي، يعني معدل 4 أهداف في الأهلي في ماتشين. ساعتها تقدم له عروض من الأهلي ومن الإسماعيلي، بس هو اختار إنه يروح الأهلي، والكلام ده كان في سنة 71 وهو عنده 16 سنة. وأصبح محمود الخطيب هو لاعب ضمن صفوف النادي الأهلي تحت 17 سنة. وتحت 17 سنة مع النادي الأهلي لعب الخطيب ضد فرقته القديمة اللي هي النصر، اللي ساعتها خلص الماتش 4-0، وكان هو صاحب ال4 تجوال. وفي نفس الموسم قابل الزمالك وبرضه جاب في جوال علشان يبقى الخطيب هو افضل هداف البطوله تحت 17 سنه، ويتم تصعيده للفريق الاول سنه 72 73. في بدايه حياته مع النادي الاهلي وبعد ما لعب كام ماتش كده ودي مع الفريق الاول، اجى فريق روسي بيلعب بطوله وديه كده مع الفرق التوب في الدوري المصري، اللي كان ساعتها هما الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الترسانه. فالزمالك لعب الفريق الروسي خسر منه 2-0، ولعب الفريق الاسماعيلي خسر الاسماعيلي 2-0. فتعمل حاجه كده زي منتخب من نادي الاهلي ونادي الترسانه علشان يلعبوا الفريق الروسي دوت. وطبعا ساعتها الخطيب كان لسه عيل صغير، وكان طبيعي جدا ان وسط الاسماء الكبيره ساعتها ان هو يكون قاعد دكه او مش في التشكيله اصلا، وده فعلا اللي حصل، انه ما كانش في التشكيله اصلا. وكان المهاجمين في الماتش دوت 2، كابتن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض. بس قبل الماتش كده بحوالي ساعه يعتذر كابتن مصطفى رياض عن المشاركه وانه مصاب علشان يلعب الحظ مع الخطيب اللي ندهوله من المدرج عشان يجي يشارك. وفعلا نكسب 3-1 منهم جونين للخطيب، وتبدا من هنا البدايه الحقيقيه لمشوار بيبو جوه النادي الاهلي. بس تعالى كده قبل ما نكمل، اكيد كان في شويه عوامل كده هي اللي اثرت في شخصيته وخلته يوصل لكده. يا ترى ايه؟ عندك مثلا على المستوى العائلي، والده مثلا، والده ما كانش بيحبطه او بيقلل من الشأن اللي هو بيعمله، او حتى كان مسبب له اي مشكله. وهي دي الفكره، انك لو مش هتعرف تنمي موهبه ابنك اقل واجب ما تحبطوش. رقم 2، لما كان بيبو بيتعرض لاي هجوم او انتقادات من الصحافه، ما كانش بقى بيقعد يرد ويعارض ويقول لا او مش لا، كان بيطلع كل عصبيته وطاقته في التمرين، يعني بلغه الكوره كده كان بيرد في الملعب. ده غير مواقفه الرياضيه لنبذ التعصب والعنف في الكوره، زي موقفه كده مع حسن شحاته لما اخدوا وراحوا حيوا جماهير الاهلي وجماهير الزمالك في واحد من انطوشه القمه.
اللي كان ساعتها الجمهور هايج قوي على حسن شحاته. ده غير ان هو لبس تيشيرت الزمالك مرتين. المره الاولى في سنه 87، دي مباراه كانت معموله كده بشكل ودي عشان تجمع ايرادات تساهم في تسديد ديون مصر في الوقت ده. والمره الثانيه اللي لبس فيها تيشيرت الزمالك في مباراه اعتزاله اللي كانت بين الاهلي والزمالك ضد فريق في نجوم الكره العربيه وسط 120 ألف مشجع، اللي كان فيها فاروق جعفر وحسن شحاته لابسين تيشيرت الاهلي والخطيب لابس تيشيرت الزمالك. وكانت صوره جميله لنبذ التعصب والعنف وتعبر عن قد ايه الروح الرياضيه. علشان يبقى الخطيب خلال 16 سنه لعب جوه الاهلي فاز مع الاهلي ب10 نسخ دوري و5 كاس مصر و2 ابطال افريقيا و2 كاس الكؤوس الافريقيه. ده على المستوى المحلي. انما على المستوى الدولي فاز الخطيب مع منتخب مصر بكاس افريقيا على حساب الكاميرون في النهائي. البطوله ديت اللي كانت مصر مستضيفه ليها. وبعدها في نفس السنه يعتزل الخطيب للعب الدولي 1986. وبعد ما اعتزل دوليا يمر الوقت ورا الوقت ويجي ماتش نهائي افريقيا بين الاهلي والهلال السوداني 1987. الماتش اللي كان لاول مره الذهاب يتلعب على ارض الخصم والعوده يتلعب على ارضك هنا في مصر. فكان لسه الخطيب خارج من اصابه بقالها حوالي شهرين ولا حاجه، وكان بيعد نفسه عشان يلحق يلعب الماتش دوت، لان الماتش ده مهم جدا 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 بالنسبه للمصريين. اول مره يتلعب على ارضهم النهائي. وفعلا تمرين ولعب واعداد ماتشات وديه لحد قبل الماتش بحوالي 10 ايام. كان في ماتش بيجمع بين الاهلي وغزل المحله، وفي احد الكور كده بيستلم محمود الخطيب الكوره، وبتدخل قوي من لاعب غزل المحله على الكوره يصطدم كعب لاعب غزل المحله بعين كابتن محمود الخطيب، وطبعا يجروا بيه على المستشفى ويخش العمليات. بس قبل دخوله العمليات يقعد الخطيب كده مع نفسه شويه ويوعد نفسه وعد بينه وبين ربنا ان لو ربنا اراد وشفاه وخلاه يلحق ماتش الهلال هيكون ده اخر ماتش يلعبه في حياته، ويلعب ماتش اعتزاله ويعتزل الكوره. الى ان يجي اليوم الحزين على كل مشجعين كرة القدم اهلاويه وزملكاويه. فعلا كابتن الخطيب بيلحق بالماتش ويكون ساعتها احتياطي. طبيعي واحد لسه خارج من اصابه مش هينزل من اول الماتش، اكيد هينزل كده مثلا في اخر الشوط الثاني او حاجه. فدخل الخطيب كده قاعد مع نفسه في غرفه الملابس، فكل شويه يجي له حد من الجهاز يقول له يلا عشان انت هتنزل، يقول له طب سيبني بس دقيقه، سيبني دقيقتين، طب سيبني 5 دقايق، لحد ما خلاص الماتش قرب يخلص، ما عادش غير ربع ساعه. لان الخطيب الوحيد اللي كان عارف ان ده اخر ماتش ليه، وينزل بيبو في اخر ربع ساعه وسط هتاف وصراخ من الجمهور بيعني الحب والتقدير والاحترام لهذا الاسطوره. وبعد ما ينتهي الماتش بفوز الاهلي 2-0 ويحتفل اللعيبه ويحتفل الجهاز والجمهور ويستلم الاهلي الجوائز ويرفع الخطيب الكاس لان هو كابتن الاهلي، يمسك الخطيب الميكروفون. وهنا يحس جمهور الاهلي كده ان في حاجه غريبه. ثانيه واحده، هو هيعتزل ولا ايه؟ ايه ده؟ ممكن تكون نهايه اسطوره من اساطير كره القدم المصريه والعربيه. وفعلا كانت نهايه اسطوره من اساطير كره القدم العربيه والمصريه، صاحب اسطوره رقم 10 وسط هتاف وتشجيع واحترام الجمهور كله. لا يا بيبو، لا لا، مالكش حق. ووسط دموع الخطيب ودموع الجمهور ودموع كل الشعب المصري ينسى الخطيب كل الكلام اللي كان محضره عشان يقوله، وما يفتكرش بس غير الحمد لله ويشكر الجمهور ويشكر الاهلي ويشكر مصر. وبعدها يعتزل الخطيب اللاعب المحلي ويسيب وراه تاريخ ما نقدرش ننساه لحد دلوقتي. 108 هدف في الدوري المصري في 16 نسخة، منهم مرتين كان هداف الدوري. 37 هدف في 49 مباراة أفريقية، وده على فكرة رقم قياسي مفيش غير 1 أو 2 اللي عرفوا يكسروه. الكلام ده من قريب، إنما من ساعتها ما كانش حد قادر يكسره. أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية 1983 كأفضل لاعب أفريقي من مجلة فرانس فوتبول. وبكده ينهي الخطيب مشواره في الملاعب، وبكده ينهي الخطيب صفحة من أهم صفحات الكرة المصرية. بعدها اتعرض عليه كذا مرة إن هو يمثل بس هو رفض، واتعرض عليه إن هو يرجع يلعب في دوريات أوروبية بس هو برضه رفض. وبعدها بدأ يدخل مجلس إدارة النادي الأهلي لحد 1 ديسمبر 2017 كان هو الرئيس نادي الأهلي بعد المهندس محمود طاهر. الخطيب واحد من أفضل من لمسوا الكورة في مصر، الجماهير كلها كانت بتحبه، أهلي، زمالك، إسماعيلي، غزل المحلة، كله اجتمع على حبه علشان اكتر من حاجه، علشان كورته الجميله، لعبه النظيف، اخلاقه اللي جوه الملعب وبره الملعب بتجبر الكل على احترامه، مهارته اللي ما جاش حد زيها وصعب يجي حد زيها. كل حاجه لبيبو خلت الناس فعلا تعشق اسم الخطيب. سنين ورا سنين ورا سنين كتبت اسم بيبو
بحروف من ذهب. بنحبك يا بيبو. وبس كده انا خلصت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، اكتب لي كومنت تحت عاوز مين في حلقه الحد الجاي ان شاء الله، وما تنساش هتلاقيني في اول كومنت اعمل لي فولو. اشوفك الحد الجاي وتشاو.